هل يا دكتور ليها أسباب واضحة وصريحة غير زيادة الوزن اللي حضرتك كنت بتتكلم عن إن كل كيلو زيادة بيزودنا 4 أضعاف على حمل على الركبة، وحضرتك كمان بتقول إن من ضمن أسبابها أو من الأسباب الشائعة يعني ليها كبر السن، هل في أسباب تانية يا دكتور ممكن تكون واضحة وصريحة لخشونة الركبة؟ تمام، السؤال ده كويس لأن في ناس كتير وزنهم زيادة، في ناس كتير كبار في السن ويقول لك ما فيش الركبة تبقى أحسن مني يعني. فالموضوع فيه عامل وراثي جامد جدا، يعني انا بتجيلي كده عائلات كلها عندها خشونه مبكره، انا بنتكلم عن خشونه الركبه بنتكلم عن الخشونه المبكره مش السن الكبير. السن الكبير كده كده هيحصل له خشونه في الركبه، لكن بتبقى في عائلات كده مميزه ان هي بيحصل لها خشونه في الركبه. لو حد عنده مرض مزمن، المرض المزمن ده مأثر على الدوره الدمويه العامه في الجسم، زي مرض السكر الغير منضبط او مرض ضغط الدم الغير منضبط، او عنده اللي هي الامراض اللي بتاثر على المفاصل زي امراض الروماتويد بجميع انواعها، او بعض الامراض المناعيه. طبعا بالاضافه الى العادات الخاطئه اللي احنا بنستخدمها. احنا عندنا في وطننا العربي الموضوع ده منتشر على طول، احنا قاعدين في قعده القرفصه اللي يقعد مربع، طلوع السلالم الكتير، طبعا الطرق الغير ممهده، لو انا سايق عربيه في طريق كله مطبات او ده كله بيأثر على الركبه. ده بالاضافه لاستخدام الرياضه بشكل خاطئ. عندنا مثلا لما حد يروح الجيم او كده مع حد مش متمرس او متخصص في الموضوع، ممكن هو يعمل له مشاكل في الركبه. بالاضافه طبعا الى حد اتخبط، ركبته اتلوت تحته، حصل حادثه، حصل عدوى في المفصل، الحاجات دي كلها بتسرع من خشونه الركبه.